السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أفضل حال. صل على رسول فإن فيها تيسير للأمور. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنفك بها العقد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تيسر بها أمورنا، صلاة توسع بها أرزاقنا. اللهم انصر أخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم اشف كل مريض. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا دعاءنا. اللهم يسر كل عسير. اللهم انصر أخواننا المسلمين يا رب في فلسطين وفي غزة. إن شاء الله النهاردة جايب لكم الهوجن موديل 2024، وإن شاء الله الفيديو ينال إعجاب حضراتكم، ويا رب كده تكونوا سعداء وبخير، ويعطي كل محتاج. إن شاء الله إن الفيديو يعجبكم، وما تنسوناش بالدعم واللايك، وتعمل شير لصاحبك أو أي حد عايز يشتري مكنة. ابعت له الفيديو وهو إن شاء الله يستفاد وهيعرف كل حاجة من خلال الفيديو اللي هنعرضه. عشان ما نطولش عليكم نخش في الموضوع. هوجن موديل 2024 دي إن شاء الله يا جماعة الهوجن الأصلي زيها زي الهوجن 2022. إن شاء الله احنا بنعرفكم الفرق ما بين بنعرفكم إن دي هي الأصلي، عشان لما تيجي تشتري يبقى أنت عارف أنت بتشتري إيه. إن شاء الله المكنة العداد بيبقى فيها علامة النسر. الكتلة دي بيبقى عليها كلام بالصيني. انتظر بس ثواني كده لحد ما تظهر. تمام. عندنا هنا الباغة بتاع المفتاح دي عليها النسر. هنا المفتاح عليه النسر. كل ده احنا بنتكلم في الهوجن الأصلي، عشان بس لما نتكلم كده نذكركم. هنا التانك عليه النسر. تمام. عندنا كمان بيبقى فيه هنا لزق طبعا، بس اللزق ده انا ما حطيتهوش، موجود لسه زي ما هو. تمام. عندنا هنا الشاسيه البومبي. تمام. لو جينا نبص هنا هنلاقي فيه هنا حاجة بارزة بنسبة بسيطة كده. تمام. وفوق برضو كذلك الأمر. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. وانت بتتفرج كده رجاء يعني الاشتراك في القناة والدعم والتعليق الجميل، علشان إن شاء الله الفيديو ينتشر لمجموعة كبيرة من الأحبة اللي موجودين على اليوتيوب. عندنا هنا طبعا معروف إن أي مكنة هوجن بيبقى مكتوب عليها كلمة هوجن، وتحت هنا كلمة كينج. الكلمة دي يا جماعة موجودة على الهوجن المصري، بس ما بتبقاش بالدقة دي. تمام. دي حاجة. تاني حاجة عندنا هنا المارش. تمام. المارش هنا مكتوب عليه هوجن، وطبعا ده موديل 2024 بيبقى الكلام بارز. تمام. عندك طبعا هنا الكلفرتير. تمام. بيبقى مكتوب عليه كلام بالانجليزي. ده لو جيت في المصري مش هتلاقي مكتوب عليه اي حروف من دي خالص، ولا ارقام ولا كلام من ده. طبعا مكتوب كلمة الجامبو والهوجن 150 سي سي. تمام. هنوريكم برضو ال... هنا برضو بيبقى فيه على الديل كلمة هوجن. تمام. عندنا هنا برضو لو جيت تبص على الشكمان هتلاقي مكتوب كلمة هوجن بس. المصري بيبقى مكتوب عليه الموديل. أي مكان هوجن مكتوب عليها الموديل، إذا كان على الشكمان أو على الجناب تعرف إن هي مصري. تمام. ولازما برضو أوضح لحضراتكم إن يكون فيها النسر على التانك، النسر على العداد. الكتلة بتاعة الباكم لازم تبقى كلام بالصيني. تمام. هنا لازم يبقى فيه علامة النسر. المفتاح. تمام. انا قلت الكلام ده في بداية الفيديو، بس ايه بوضحه تاني للتذكرة. هنا برضو الشكمان التاني مكتوب عليه كلمة هوجن، بس طبعا مش عارفين نجيبها كويس عشان من هنا ممكن اهي ظاهرة شوية. تمام. هتيجي تبص هنا هتلاقي فيه برضو كلمة هوجن معمولة بدقة، مش زي الهوجن المصري.
تمام. طبعا الموتور الأصلي بيبقى فيه علامة مائية، عشان بس تبقى انتوا عارفين العلامة المائية دي بتيجي على المكن الأصلي اهي. أهم حاجة يعني إن شاء الله أعمل لكم فيديو على موضوع الزيت، لأن في الوقت والحر اللي احنا فيه ده تستخدم زيت يكون اللزوجة بتاعته 15. ابعد عن ال20 وعن ال10، لا تخليك في ال10 ولا تخليك في ال20. ال15 إن شاء الله كويس. تمام. مكنة قدام حضراتكم اهي. طيب في حاجة هوريها لكم، إن المكنة دي لما تيجي تشتريها تبقى أنت عارف أنت بتشتري إيه. اللي هي موديل 2024. إيه، هنا الموتور بيبدأ ب11/5/2. ده بالنسبة للموتور 2024 الأصلي. هنا لازم يبقى فيه العلامة دي قبل 162. تمام، العلامة اللي هي اتش جي. لو الموتور معلوش كلمة الاتش جي دي يبقى الموتور مصري، عشان بس مفيش تاجر يضحك عليك. تمام. لو جينا نبص على المكنة الهوجن الأصلي برضو بتاعة 2022، الموتور بتاعها 1.9.1. تمام، بيقولوا عليه ال19. ده بالنسبة لل22. أما بالنسبة لل 2023 اللي هو الفحر البارز الأسود، وعندنا الفحر البارز الفضي، رقم الموتور ده يختلف عن ده، علشان بس محدش يجي يغير وشاش أو الكلام ده. رقم الموتور بتاع الهوجن الأصلي الفحر البارز، الموتور بتاعه 192، ولازم يبقى مكتوب عليه زي ما وضحت لحضراتكم، يبقى مكتوب عليه اتش جي. ده بالنسبة للفحر البارز الأسود. أما بالنسبة للفحر البارز الفضي، الموتور بتاعه 11/5/1. تمام. ان شاء الله انا بوضح كل حاجه اهو، عشان في ناس بتخش تعلق وتسأل على حاجات يعني غريبة كده، بس بضطر ان انا ارد عليهم برضو. فان شاء الله الفيديو ينال اعجاب حضراتكم. تمام. طبعا انا حاطط دي هنا كده علشان خاطر مع المطبات العداد ده ما يقعدش يتهز، فبنحط حاجة مثلا هنا سفنجة او اي حاجة بحيث ان العداد ما يقعدش يلعب او الكلام ده. تمام. ان شاء الله لو في اي استفسار عايزين تعرفوا اي حاجة، تمام، اكتبوا لي في التعليقات ان شاء الله هرد عليكم. ورجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وتبعت الفيديو لأي واحد من صحابك علشان يفهم المعلومات اللي أنا قلتها دي بالظبط عن البارز الأسود والبارز الفضي والموتور 2022، وطبعا معانا المكنة دي 2024. يا رب يا رب إن شاء الله يكون الفيديو نال إعجاب حضراتكم، وما أكونش طولت عليكم. وكل سنة وحضراتكم طيبين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. دمتم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.